السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل يومكم مليان خير وبركه. الفيديو ده معمول مخصوص لاي حد نفسه يبدا يغير يومه بخطوات بسيطه جدا من غير ضغط ولا توتر. لو نفسك تنظمي وقتك وتقربي من ربنا وتحسي براحه نفسيه حقيقيه وجسمك يكون نشيط، يبقى التحدي ده ليكي. هنعمل مع بعض 7 day challenge في 6 عادات سهله جدا بس هتفرق معاكي. عاوزاكي تسمعي للنهايه عشان هقولك ازاي نطبقهم خطوه خطوه وازاي نتغير مع بعض كل يوم ونشجع بعض. وصدقيني ان لو بدأتي معايا من النهاردة حتى بحاجة بسيطة جدا هتفرق فرق كبير في اسبوع واحد بس. ممكن حد دلوقتي يسأل طب انا ابدأ بحاجة واحدة ولا ابدأ بكل العادات؟ هقولك من قلبي جربيهم كلهم مرة واحدة ولو تقدري. مش لازم تنجحي 100% من اول يوم، الفكرة انك تجربي وتدي لنفسك فرصة، وبلاش تأجلي اكتر من كده. مش لازم تعمليهم كلهم بنفس القوة، حتى لو نجحتي في نصهم او تلتهم في البداية كفاية انك بتخطي اول خطوة. والاحلى اننا نتابع سوا في المنتدى وكومنتات الفيديو كل يوم. هقولك عملت ايه، قوليلي في الكومنت عشان نشجع بعض. ويلا نشوف العادات واحدة واحدة ومعاهم امثلة بسيطة عشان تسهل عليكي. اول عادة، الصلاة في وقتها. اهم عادة فعلا، الصلاة بتنظم يومك كله وتفتح لك باب البركة في كل خطوة. اعملي منبه قبل الاذان بدقيقتين وحضري سجادتك قبل الاذان بدقيقة. لو بتصلي وبتتأخري حاولي ولو مرة واحدة في اليوم تبقي أول حد يبدأ الصلاة في البيت، هتحسي برضا وراحة نفسية رهيبة. تاني عادة، أذكار الصباح والمساء. إننا ننتظم في أذكار الصباح والمساء. الأذكار دي بمثابة درع لينا بيحمي يومنا. جربي بعد الفجر على طول تقرأي أذكار الصباح، حتى لو بتحضري شاي أو قهوة شغليهم صوتي من موبايلك ورددي وراهم. وبالليل قبل ما تنامي حتى لو كنتي مجهدة جدا قولي أذكار المساء. وكل مرة تخلصي أذكار الصباح والمساء اعملي صح جنب اللي تخلصيه، ده هيشجعك ان انتي تلتزمي فيها لانك هتحسي انك انجزتي حاجة. تالت عادة، شرب 2 لتر مية يوميا. ابسط عادة بس فعلا بتنعش جسمك. او ممكن تضيفي على المية شريحة ليمون او نعناع، هتخليكي تحسي بانتعاش رهيب. اعملي فكرة بسيطة ان هو بعد كل صلاة كوباية مية، 5 صلوات يعني 5 كوبايات، سهلة صح؟ جربي كمان تحملي تطبيق يعدلك كمية المية، هتشجعي نفسك اكتر لما تشوفي التقدم يوم بيوم. او فكرة تانية ممكن تعمليها زي انا عندي ازازة 2 لتر ونص، الازازة تحسيها متقسمة 3 اجزاء، فانا بعمل ان الجزء الاول اشربه من اول ما اصحى لغاية الظهر، الجزء التاني اخلصه من اول الظهر لغاية العصر، الجزء التالت اخلصه من اول العصر لغاية ما انام، وكده تكوني شربتي 2 لتر ونص بنجاح. رابع عادة، حفظ وجه من القرآن الكريم. العادة الرابعة مهمة جدا، مفيش أجمل من إنك تبدأي يومك أو تختمي يومك بحفظ حتى لو آية واحدة بس. مش لازم وجه كامل من أول يوم، جربي تحفظي نص وجه أو حتى آيتين بس وتردديهم بصوتك قبل ما تنامي أو بعد الفجر عشان بيثبت المعلومة. خدي مصحفك وافتحي عليه، حتى لو بتتفرجي على مسلسلك المفضل ليكي خدي استراحة صغيرة وقولي هراجع آيتين بس. لو عندك صاحبة أو أخت اتفقوا تحفظوا مع بعض وشجعوا بعض. وتخيلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كل آية بتقوليها ليكي بيها أجر وتاج الوقار يوم القيامة. ربنا يجعلك سبب ان أهلك كمان يتشرفوا بيكي يوم القيامة. اكتبيلي تحت انهي سورة ناوية تبداي تحفظي منها. خامس عادة، روتين العناية بالبشرة. عادة بسيطة بس بتحسسنا اننا بنهتم بنفسنا حتى لو بنقضي يوم طويل وسط الشغل او المذاكرة. اعملي لنفسك روتين خفيف جدا وعبارة عن غسول مرطب. لو عندك ماسك خفيف اعمليه مرة او مرتين في الاسبوع. الاحلى ان الروتين ده وقت لنفسك، بتحطي فيه كريم كأنك بتدلعي قلبك مش بس بشرتك. ممكن تسمعي قرآن او ذكر وانتي بتعملي خطوات الروتين، وبكده تكوني دمجتي كذا عادة مع بعض، ان انتي مثلا مشغلة الحاجة اللي انتي هتحفظيها من القرآن بتسمعيها وانتي قاعدة بتهتمي ببشرتك. سادس عادة، حفظ حديث من كتاب الأربعين النووية. ومن اسم الكتاب فهو عبارة عن 40 حديث. أنا مثلا هبدأ النهاردة هحفظ أول حديث، فقبل ما أحفظ الحديث هقرأه هفهم معناه وأحفظه. ممكن الطريقة دي تسهل عليك الحفظ، إن هاتي نوت أو ورقة صغيرة اكتبي فيها الحديث وحطيها مثلا على مكتبك أو على المراية، وطول ما انتي رايحة جاية هتقرأيها وهتحفظيها. وكده بعد ما نخلص التحدي هتكوني حفظتي 7 أحاديث، وإن شاء الله نكمل سوا ونخلص 40 حديث إن شاء الله. شايفة
كل العادات دي بسيطة جدا ومش هياخدوا منك وقت كبير خالص، والأهم انهم بيكملوا بعض. الصلاة بتفتح لك البركة، والأذكار بتحميكي، القرآن بينور قلبك، المية بتجدد جسمك وبتنعشك، الروتين هيهديكي، والحديث هيقوي قلبك. اكتبيلي في الكومنت ايه اكتر عادة حاسة انك هتثبتيها بسرعة، ولو عندك فكرة عادة تانية اكتبيها كمان عشان نستفيد كلنا. شكرا ليكي من قلبي انك كملتي معايا لحد هنا. اتمنى التحدي ده يغير يومك وحياتك للأحسن خطوة بخطوة. استنوني كل جمعة الساعة 8 في فيديو جديد وأفكار بسيطة ومفيدة تخلينا نطور نفسنا ونغير عاداتنا سوا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وتكتبي لي في الكومنت انا بدأت. وبس كده، بحبكم، سلام.